مساء الخير، مساء النور، واش راكم البنات؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفه تاع كيك يومي رائع، يعني اقل ما يقال عنه رائع. دونك راح نجوزو مباشره في المقادير تاعنا. مقادير هذا الكيك اللي هو بزوج بيضات فقط، يعني كيك اقتصادي. هو ما فيهش الفواكه الجافة، بصح انا زدت له الفواكه الجافة. دونك عندنا زوج بيضات باش درجة حرارة الغرفة، عندنا مغرف معجون تاع كرطوس ولا تاع اي حاجة حبيتوها نتوما، عندنا كاس حليب ناقص اصبعين، وعندنا كاس زيت ناقص اصبعين تاني، زوج اصابع. عندنا لهنا لافاني وزاس دو سيترون، مغرف صغيره فاني ومغرف صغيره زاس دو سيترون. عندي لهنا جوز كونكاسي، وعندي لهنا تمر قطعتها الى مكعبات صغيره. عندي لهنا 4 ملاعق تاع سكر، عندي لهنا الفارينه تاني، وعندنا تاني مغرف كبيره تاع خل اللي راح تخلي لنا الكيك تاعنا هذا يكون خفيف، وعندنا وحده خميره تاع الحلوى. دونك راح نجوزو مباشرة في طريقة التحضير. دونك راح نكسروا زوج بيضات تاعنا كما راكم تشوفوا، نحطوهم في الغيسيبيون. الغيسيبيون ما لازمش، لازم يكون ما فيه حتى قطرة تاع ما، يعني يكون شايح تماما. تحبوا تخدموه بالفوي اليدوي، سينو تقدروا تخدموه تاني بالاخر بالباتور البنات كيما حبيتو. انا لهنا فضلت اني نخدم بالفوي اليدوي لهليه، وحتى راحين تتحصلوا على نفس النتيجه، يعني النتيجه رائعه كيف في كلتا الحالتين. دونك لهنا حطيت 4 ملاعق كبيره تاع سكر، حطيت لهنا زاس دو سيترون ولا فاني تاعي، وراح نخلط مليح هذاك السكر حتى يذوب شويه السكر هذاك ويندمج مليح مع البيض تاعي. نبقى نخلط بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ولي حبت كما قلت لها تستعمل باطور تستعمل باطور، يا با بروبليم. دركا لهنا كي خلطت البيض تاعي بعد ما كملت خلطته مليح مع السكر، راح نضيف ملعقه تاع معجون. تحبي ديري تاع المشماش، تحبي ديري تاع الكرطوس، تحبي ديري تاع ليفخاز. انا لهنا كان متوفر عندي المعجون تاع تاع الكرطوس عفوا، واصلا انا هذا هو المعجون المفضل عندي. دونك راح نزيد نخلط المعجون هذاك مع البيض والسكر ولافاني ولوزاس دو سيترون. وبعدها راح نضيف الكاس ناقص اصبعين تاعي تاع الزيت، نزيد نخلط شويه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ورايحه نزيد دركا نزيد الحليب تاعي تاني، الحليب كاس ناقص اصبعين. الحليب يكون دافي البنات ماشي بارد. فوالا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. من بعد الفرينه البنات ما كيلتش باش نكونوا واضحين. ليسونسيال القوام تاع الكيك ما يجيش كيما القوام تاع لا جينواز تجي شويه اخف من الكيك، والكيك يجي اثقل منها شويه. لهنا راح نبدا نضيف في الفرينه، يعني تقريبا بالك الكيك يرفد واحد جامي كيلت ولا جامي كيلت، مي تقريبا بالك الكيك يرفد واحد كاسين وربع هكاك ونص. دركا على حساب الفرينه، اصلا كل واحد عليها انا ما نحبش نكيل باسكو على حساب الفرينه. كل مره نشري فرينه من ماركه اخرى. دركا انا الفرينه هذه اللي راني نخدم بها ماما، هذيك الحمراء اللي جاي باكاجينغ تاعها في اللون الاحمر. لهنا كما راكم تشوفوا راني حطيت عفوا الخميره الكيميائيه تاعي ومازالني نخلط. وراح نبقى نضيف في الفرينه حتى يتجانس لي الخليط تاعي مليح ونتحصل على القوام المطلوب كما راكم تشوفوا. لهنا مازال مخصوص شويه، راح نزيد شويه. شوفوا القوام بالملعقه كيفاه مازالو جاري. يعني لهنا راح نزيد نضيف شويه تاع فرينه
لهنا نورمالمون هذه هي الاضافه الاخيره باش نتحصل عفوا على الخليط المطلوب. عفوا فوالا كيما راكم تشوفوا. دركا راح نجيب هذوك الفواكه الجافه تاعي. دركا الفواكه الجافه نتوما حطوا واش حبيتوا، كيما حبيتوا تحبوا تحطوا المشماش، البرقوق، تحطوا اي فواكه جافه عندكم، الزبيب، اي فواكه جافه عندكم تقدروا تحطوها. انا اللي كان متوفر عندي الجوز ومتوفر عندي التمر. درك انا في ان ريسيبيون كيما هكا نحط فيه الجوز ونحط فيه هذيك التمر ونحط عليه 2 ملاعق تاع فرينه، 2 ملاعق اكل تاع فرينه، نخلطهم مليح حتى يندمجوا لي هذوك الفواكه الجافه في الفرينه تاعي الساعه البنات. ومن بعد نرميهم في الخليط تاعي. علاه نديروا هذه الخطوه البنات اللي مازالوا مبتدئين ومازالوا ما يعرفوش؟ على بالي بلي الكبارات كامل يعرفوا، بصح كاين مبتدئين ما يعرفوش. نحطوا الفرينه باش ما يهبطوناش هذوك الفواكه الجافه لتحت في الكيك تاعنا، ومن بعد يتحرقوا لنا في لو مول بيغاكس تاعنا. فهمتوا البنات؟ على بها لازم نرمدوا هذوك الفواكه الجافه في الفرينه. كيما راكم تشوفوا رمدناهم حطيناهم في الخليط هذاك تاع الكيك. درك راح نجيب المول تاعي اللي كنت دهنته بالزبده والفرينه ورشيته مليح بالفرينه كيما راكم تشوفوا. لو مول تاعي صغيره فاصون لو مول هذا يهز لي تاني مرة ندير فيه كيك كيك تاع 4 بيضات، يهز لي حتى ل4 بيضات. الكيك اللي بصح الكيك اللي درته اليوم هو كيك اقتصادي، يعني يرفد لي حتى بلوتو عفوا كيك تاع بيضتين فقط. البنات جربوه ماكمش راحين تندموا، رائع بأتم معنى الكلمه. والبدنا ما نحكي لكمش، وزيد اون بليس دو سا من فوق اقتصادي. كاين استيوس واحده اخرى نقدر نعطيها لكم تاني. تحبوا الخليط تاعكم تقسموه على 2، الناس اللي تحب الحلاوه وتحب انغو واحد اخر. باغ اكزومبل ما حبيتوش ديروا الفواكه الجافه، المعجون هذاك اللي درتوه في لاباط تاعكم تقدروا تقسموا نتوما الكيك تاعكم على 2 وتحكموا ديروا كيفاه نقول لكم تحطوا الطبقه الاولى تاع الكيك ومن بعد تحطوا فوقها شويه تاع معجون في الوسط، يعني على كامل الطول تاع المول تاعكم. ومن بعد تزيدوا تكملوا الثاني، يعني كشغل تحشيو هذاك الكيك تحشيوه بالمعجون هذاك اللي خدمتوا به ديجا في اول الوصفه. دونك البنات هاو طاب لي الكيك تاعي لهنا، حطوه على درجه 150 160 درجه لمده 30 حتى 35 دقيقه. دركا كل وحده ولو مول تاعها. دونك راح نشوفوا النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه تاع الكيك كيما راكم تشوفوا. زينته بلو زيست دو سيترون، سكر غلاس وحبيبات تاع الجوز، ودهنته تاني بالمعجون تاع الكارطوس. يعني دهنته ومن بعد درت له سكر غلاس ودرت له لو زيست دو سيترون وحطيت له الحبيبات تاع الجوز هذوك. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ونتمنى تجربوها البنات. الى عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جام، تخليوا لي كومونتير باش تشجعوني، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك باش يوصل